اهلا بيكم في قناة سفرة سهيري. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنخلل مع بعض النهاردة الجزر بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. لو انتي اول مرة تدخلي المطبخ هتعرفي تخللي المخلل التحفة ده، هيطلع معاكي مقرمش وحلو جدا. يا ريت تكملي معايا الفيديو لغاية الاخر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. هنشوف مع بعض في الفيديو بتاعنا احنا خللنا المخلل الجزر الجميل ده ازاي. اول حاجة بنجيب المخلل اللي هو بنجيب الجزر يكون طازة بالشكل دوت. ولو انتي مش حابة في الخطوة دي ان انتي تقشريه، تمام، اغسليه غسلة كويسة وقطعي على طول. بس انا بحب اقشره إيه علشان خاطر بيبقى يعني افضل كتير ان احنا نشيل القشرة بتاعته. تمام. إيه، بقشر طبعا كل الكمية دهيت، وبأي قطاعة هنبدأ نقطع الجزر بتاعنا. اللي موجود عنده اللي هي بتبقى القطاعة اللي هي بنقطع بيها، تمام، واللي مش موجود بيقطع بسكينة عادية جدا. في الخطوة دي قبل ما أبدأ أستعمل الجزر وأقشره هكون جايبة مثلا مية يكون في حلة كبيرة غالية فيها كمية مية وركناها. أهم حاجة للمخلل، لأي مخلل انتي بتعمليه، تغلي المية بتاعته. بنغليها وبنسيبها تبرد خالص علشان نخلل بيها المخلل بتاعنا ويقعد معاكي وقت طويل، ما يعملش ريم من على الوش ويبقى في منتهى الجمال. تمام. انا عندي القطاعة المشرشرة دي بدأت اقطع بيها الجزر علشان يدينا شكل الجزر المخلل يعني بتاعنا يبقى زي الشكل اللي هو احنا بنجيبه اللي هو الجاهز من بره. تمام. طبعا قطعي بقى الشكل اللي يعجبك. عايزة تكبري الحجم بتاع الجزر، تمام، حابة ان الحجم ده مناسب هيبقى حلو جدا. تمام. ولو مش متوفرة خالص السكينة اللي هي بتاعة تقطيع المخللات بسكينة عادية جدا، بس يا ريت تجيبوها لان بجد هي حلوة وبتخلي شكل المخلل معاكي حلو جدا، وفي نفس الوقت سعرها مش غالي خالص. تمام. بنقطع بقى كمية الجزر. طبعا انت ليكي مطلق الحرية تجيبي الكمية اللي انت هتستعمليها في بيتك. يعني ممكن تجيبي 2 كيلو، ممكن تجيبي كيلو، ممكن تخللي بس نص كيلو تجربيه، هيعجبك جدا. ومش هتبطلي ابدا تعملي المخلل الجزر. المخلل الجزر من اسهل المخللات وبتبقى في نفس الوقت بتبقى حلوة جدا معاكي. بصوا انا حبيت اعمل شوية بالطول بالشكل دوت. يعني انا بقشر طبعا كل كمية الجزر وبعد كده بقطع الجوانب الاول وبعد كده باخد على شكل بالعرض او ممكن شكل طولي حسب اللي يعجبك. بصوا شكل الجزر معايا بوريهولكم. التقطيع بتاع القطاعة دي بيخلي شكل الجزر حلو جدا. طبعا هقطع كل الكمية عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا لغاية هنا في الفيديو يا ريت ما تنسيش تحط اللايك يا جماعة، لان بجد اللايك كتير بيرفع الفيديو. وبجد لو انت اول مرة ما اشتركتيش معانا في القناة هيساعدني كتير ان انت تشتركي معانا. تعالوا بقى نروح كده نشوف عملنا ايه. احنا قطعنا كمية المخلل حطيتها في طبق. طبعا قبل ما ابدأ في المخلل اقطعه بكون غسلاه كويس جدا. بصوا انا بوريكم قطعت الكمية دي وبعد كده خلصت كل الكمية بتاعة الجزر بتاعتي اللي عايزة اخللها. تعالوا بقى كده نحضر مع بعض المحلول الملحي. بصوا خلينا متفقين مع بعض، طبعا كل واحد هيعمل كمية مختلفة عن التاني. فاحنا عشان يعني نرتاح، خليكم حافظين اي محلول ملحي لكل كوباية مية معلقة ملح ومعلقة سكر صغيرة. بس معلقة الملح اللي هي المعلقة الغرامية اللي هي الكبيرة. وانا بحب تملي استعمل الملح بتاعي يكون اللي هو الملح الصخري اللي هو الخشن اللي بنجيبه من عند العطار. تمام. بيحافظ على المخلل بتاعنا وبيبقى حلو جدا معاك لغاية اخر وقت. وزي ما اتفقنا طبعا ان المخلل بتاعنا قبل ما احنا بنحضره بنكون محضرين المية بتاعتنا، بنكون غاليينها وبنسيبها تبرد. تمام. بعد ما انا نزلت بكمية المية والملح ضفت عليهم حوالي ربع معلقة من لون الزعفران. لون الزعفران ده بيبقى موجود عند اي عطار. تمام. بعد ما انا ضفت ربع معلقة من الزعفران ضفت حوالي 4 أو 5 ليمونات يكونوا كبار وعصراهم وبعد كده حطيتهم على المحلول الملحي. وجبت هريسة من اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض في الفريزر. حطيت حوالي 5 معالق من الهريسة لو انت حابة تستغني عنهم.
ومش بتحبي الحاجة بتبقى حراقة، تمام، بس هما بيفرقوا جدا في طعم المخلل بتاعك. بعد كده بقى عبيت كل البرطمانات بتاعتي بالشكل دوت. واهم حاجة في اي مخللات ان انت تعبي البرطمان بتاعك كويس جدا، يكون مكبوس، عشان خاطر المخلل بيطلع معاكي حلو. بعد ما انا قلبت بقى المحلول الملح بتاعي كله، بدأت بقى اصب كده لغاية ما بملى الشفشف بتاعي من المحلول الملحي. بعد كده بدأت املى البرطمانات كلها مية اللي هو بالمحلول الملحي. تمام. اهم حاجة تاني يوم بقى بعد ما احنا بنقفل البرطمانات بتاعتنا، بنبدأ ناخد واحدة كده وندوق كمية نسبة الملح. لو لقيناها محتاجة ممكن نضيف حوالي نص معلقة من الملح. لو مش محتاج تمام. هيقعد معاكي بقى حوالي اسبوع او 10 ايام تفتحي عليه تاكلي منه. تعالوا بقى شوفولي كده الجمال ده بعد ما عدى 10 ايام على المخلل بتاعنا. تعالوا نشوف بجد كان طالع طعمه تحفة. بصوا يعني المية بتاعته جميلة جدا، اللي هي المحلول الملح بتاعه، ومش مريم ومفيهوش اي حاجة. هتعملي المخلل ده بجد هيعجبك جدا. ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. استنيني الفيديو القادم. باي باي.